السلام عليكم إخوتي وأخواتي. قبل ما نهضروا اليوم على موضوع الزيادة في المعاشات، خصنا نوقفوا لحظة ونسولوا راسنا، واش كيعقل أن داك التقدم اللي وصل ليه المغرب اليوم جا من فراغ؟ واش التنمية اللي كيتفاخر بها الجميع نبتت وحدها؟ لا، هاد البلاد تبنات بسواعد رجالها ونساها، بعقولهم اللي خطات وبعرقهم اللي سال في المعامل، في المدارس، في المكاتب، في التكنات، اللي خدموا بصمت وغرسوا جذور هاد الوطن قبل ما يبان خضارو. اللي كنقولوا عليهم اليوم متقاعدين راه ماشي مجرد ناس داز عليهم الوقت، راهم الركيزة ديال هاد البلاد، العقول اللي بنات المؤسسات واللي ربت أجيال هي اللي اليوم كتحكم وتسير. كل مسؤول، كل وزير، كل موظف في شي لحظة من حياته تعلم على يد متقاعد ولا استفد من تعب متقاعد. لكن المؤلم هو أنه ملي جا وقت الاعتراف تقابل الفضل بالنكران، وتنكرات الحكومة اللي صنعوها، وتجاهلات معاناة الناس اللي علموها ورباوها ووقفوا معاها في كل الأزمات. منذ سنة 1997 والمعاشات باقية على حالها، ما تزادتش ولو بدرهم واحد، في الوقت اللي جهد فيه الموظفون والعمال زيادات متكررة ولو نسبية، ولكنها خفات عليهم ثقل المعيشة وغلاء الأسعار. أما المتقاعد فبقى هو الوحيد اللي محروم من أي تعديل، كأن الزمان وقف عليه وحده. واش معقول تكون 1000 درهم ديال 1997 هي نفسها 1000 درهم ديال 2025؟ زمان كانت كتعيش أسرة بكاملها، واليوم ما كتكفيش حتى فواتير الماء والكهرباء والدواء. كيف يعقل أن اللي أفنى عمره في خدمة الوطن يولي اليوم كيحسب حساب كل خبزة وكل درهم، وكيعيش في ظروف خيالية في الصعوبة؟ الكرا غلا، الدواء غلا، المعيشة ولات نار، والمتقاعد باقي كيتسنى رحمة ما كتجيش. واش هذه هي العدالة الاجتماعية اللي كيهضروا عليها؟ فين هي كرامة المواطن اللي عطاه وضحى وخدم بشرف؟ ما بقى عنده لا امتياز، لا دعم، لا اعتراف، وكل ما عنده هو معاش جمدوه بحال اللي جمدوا حتى قلب الحكومة تجاههم. راه ماشي عيب تطلب الحكومة تنظر في الملف ديال المتقاعدين، العيب هو تجاهلوهم وكأنهم ما كاينينش، لأن كرامة الوطن ما يمكنش تقوم إلا بكرامة اللي خدموه. واش بغيتو نزيدو نسمعو أن أستاذ سابق ولا موظف متقاعد ولا حتى جندي من خدام الوطن ما قاداش يشري دواه ولا يوصل آخر الشهر؟ راه هادي ماشي دولة عادلة، راه هادي ذاكرة وطنية كتموت بصمت. إلى متى هاد الصمت؟ إلى متى هاد التجاهل؟ المتقاعد ما طالبش بالطرف، طالب فقط بالإنصاف، طالب بزيادة تحفظ ليه ماء الوجه باش يعيش آخر سنين عمره في كرامة، ماشي في حسرة وندم على خدمة وطن انسى أولاده الأوفياء. هنا كتبان الحكومة على الحقيقة ديالها. المتقاعدين عندهم وكأنهم بياس جوطابل، خدموهم وعرقوهم، ومنين سالت الصلاحية ديالهم حطوهم على الرف وكأنهم غير خردة، بحال مفكات صديقة ولا آلات قديمة. اللي خدموا الماكينات وعلموا الأجيال وشغلوا الإدارات، ولكن اليوم ما بقات عندهم القيمة. البطارية ديالهم سالات بعد ما أنارت هاد البلاد سنين طويلة، وبقاو في الظل بحال أدوات ما عندها حتى دور. دابا عند الحكومة الإنسان غير مشروع دي مدة صلاحية، مادام كيعطي وكيخدم فهو صالح، وما إن يتقاعد حتى يتحول لعبء، ملف مزعج وقطعة رمى في درج النسيان. يا للعجب، نفس الناس اللي شيدوا هاد الوطن اليوم كيتعاملوا معاهم بحال بياس جوطابل. هنا كيظهر الوجه الحقيقي للحكومة كاكتشاف جديد. الحكومة كتعامل المتقاعدين بحال بياس جوطابل،
استعملوهم، عرقوهم، ومنين سالت صلاحيتهم حطوهم على الرف وكأنهم غير خردة، بحال مفكات الصادي أو آلات قديمة اللي خدموا الماكينات، علموا الأجيال وشغلوا الإدارات، ولكن اليوم ما بقات عندهم القيمة. البطارية ديالهم سالات بعد ما أنارت هاد البلاد سنين طويلة، وبقاو في الظل بحال أدوات ما عندها تا دور دابا. عند الحكومة الإنسان غير مشروع دي مدة صلاحية، مادام كيعطي وكيخدم فهو صالح، وما إن يتقاعد حتى يتحول العبء ملف مزعج وقطعة ترمى في درج النسيان. يا للعجب، نفس الناس اللي جيدوا هذا الوطن اليوم كيتعاملوا معهم بحال بياس جطاب. استسمح إن كانت نبرة صوتي هكذا، فإني أغلي من الداخل ولا أظن أنني الوحيد، فمني المئات بل الآلاف. نعم، مني الآلاف انتظروا سنين، وبالضبط 28 سنة، أي ربع قرن ونيف، وهم ينتظرون تحسين وضعيتهم، لكن لا آذان لمن تنادي. احتجوا، تظاهروا أمام البرلمان لمرات ومرات، رغم كبر سنهم ورغم الأمراض المهنية التي تخرجوا بها من الخدمة. رغم كل هذه الصعوبات احتجوا وتظاهروا، لكن لحكومتنا الغير الموقرة رأي آخر. ستمر كعادتها وتختبئ وراء الجملة السحرية: الميزانية ضعيفة، الظرفية صعيبة، الخزينة فارغة. لكن المفاجأة الكبرى جابها والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري بنفسه. كل سنة في شهر يوليوز كيقدم والي بنك المغرب تقرير رسمي أمام جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وتقرير هذا العام يوليوز 2025 قالها بوضوح تام: الوضعية المالية والاقتصادية للمغرب مستقرة وجيدة. يعني بكل بساطة ما كي لا أزمة لهم يحزنون. التقرير ديال والي بنك المغرب نسف كل الأعذار، ما بقات لا خزينة فارلة، لا عجز، لا أزمة، بل بالعكس قالها بالحرف: الفرصة مواتية لإصلاح شامل للتقاعد ولا مجال للتأجيل. يا ودابا شنو غادي تقول الحكومة؟ غادي تكذب والي بنك المغرب، ولا غادي تقول أن الخزينة بخير غير في أيام العطل؟ الوالي أعطى الدليل الرسمي وقالها قدام الملك والشعب: المال موجود لكن الإرادة مفقودة. المتقاعد اليوم عنده الحجة الرسمية بين يديه، تقرير بنك المغرب هو الشاهد، الخزينة بخير، واللي ما بخيرش هو قرار الحكومة. فهل ما زال عندها وجهة تقول اصبروا قليلا؟ ولا غادي نسمعوا قريبا إن الصبر حتى هو غادي يدخل في ضريبة التضامن؟ الكرة اليوم في ملعب الحكومة، إما تتحرك وتنصف الناس اللي خدموها وخدموا هذه البلاد، ولا تبقى عالقة في صمتها اللي ما بقاش يليق بدولة تقول إنها عادلة. تقرير والي بنك المغرب قال كلمته، والشعب فاهم الرسالة. بقات غير الحكومة واش عندها الشجاعة تجاوب، ولا غادي تكمل في صمتها المخجل. وتحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.